هو أنا إيه اللي هيحصل لو طفيت النور؟ عشان أنا حاسس النور ضارب في النضارة أوي يعني، إيه اللي هيحصل لو طفيته؟ بلاش نطفيه. عاملين إيه يا شباب؟ الحمد لله، يا رب تكونوا بخير وبسلامة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الحياة إن شاء الله يعني، عشان تكملوا الفيديو. النهاردة أنا كنت بقلب على الفيس في فيديوهات الفيس بتاعت الأمهات والأبهات والحاجات دي يعني، فلقيت قصص القصيرة إن الناس بتعملها. مثلا حماتي ساكنة في بيت عيلة وتقعد كل شوية مثلا تخلي ابنها يطلقني كل يوم، والحاجات دي انتوا عارفينها يعني. وفي واحد اسمه جراح، ده صعيدي او عامل نفسه صعيدي، مش عارف هو صعيدي ولا صعيدي مش صعيدي صراحة يعني، بس هو بيقعد بقى يعمل حاجات كتير قوي كده حرفيا يبان ان هو بقى صعيدي ومش صعيدي، واللي هو بقى انا هجيب حق الناس اللي منصوب عليهم، واي حد هيعمل اي حاجه انا هجيبه وكده. اسمه جراح يعني، تحاولوا تخشوا عليه. هم عيله كبيره في مدينتي، كلهم ما بيتحركوش من هناك. هم عيله بيعملوا قصص بس منفصلين بقى، واحد اسمه جراح وواحد اسمه عائله سماح وعمرو، بس كلهم في مدينتي، كلهم في مكان واحد. لو واحد خرج بره مدينتي يقولوا له لا انت مش معانا في محتوى القصص، معلش مش هنقدر نكمل معاك. معروفه يعني، انت عايز تعمل محتوى قصص بس في مدينتي، هتخرج براها والمصحف معنا يرحمك، معلش لازم تصور كده في الممشى بتاع مدينتي كده بقى قدام البيوت بس. لازم غير كده لا. ما انت كده بقى مش ابن اصول ولا ابن الكار، انت كده مش ابن الكار. فانا جمعت كده كذا فيديو يعني، صراحة استغربت جدا لما شفت اول حتة منهم. انا شفت الهوك بتاعه، شفت اول دقيقة منهم، لكن بعد الدقيقة ما حبيتش اشوف، قلت اشوف معاكم يعني. قبل ما نبدأ اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وشير لكل اصحابكم علشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، مش هقول حاجة تانية بصراحة عشان مفيش حاجة تانية في دماغي. طيب فيديو يعني انا ما اعرفش بيتكلم عن ايه، انا شفت بس اول حتة بس يعني، بس تعال نشوفه بقى يعني. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لو وقعت منها والله. هي المفروض وقعت عليها ميه، فالست قعدت يعني، الست عملت كده، قعدت عليها ميه. المفروض مثلا تقول ليه كده وقعت عليها ميه مثلا، لا هي عملت كده، ها يا لهوي. يعني يا حاجه عيب على سنك يا حاجه لما تكدبي الكدبه دي. ما هو ايه النومه دي اصلا يا حاجه يعني؟ لا كسرك، كسري بقى عماله تقدف بايديها كده، اللي هو هنزل بقى مع السينما عشان اخلص المشهد المقرف ده. يلا تتكسري دلوقتي، زهقت منك. هي ايه تتكسري هكسرك، تكسري هكسر، هي ازازه ولا ايه؟ مش فاهم. كسري بقى يلا. اللي كبت عليها ميه المفروض دي اكيد، دي حماتها، دي اكيد، لان القصص كلها بتعتبر كحما. هو كلهم من الحكايه دي، كلهم حكايات اسريه جميله فاهم. فدي اكيد حماتها، وده اكيد جوزها اللي فوق، ودي امه. المفروض اكيد بقى يقعد يقول لها مراتي عملت كده ليه، تقول لها مراتك عمل كده طلقها حالا، لما مش هقعد لك في البيت بقى، والحكايه اللي احنا كلنا عارفينها بتتعاد كل يوم ده. فكلنا عارفين الحكايات يعني فاهم، اللي هي معروفه فاهم. بس كيلو كده زي ده مالك؟ وايه الميه بتسويني في الارض دي كلها؟ يا نهار اسود يوسف. كنت بسيق السلم واتزحلقت. حد يعمل كده برضه؟ حماتها بقى طلعت كويسه وقالت لها ده انا بقى اللي بسيق بقى وانا لو وقعت عليا ميه بصابون، وانا اللي قشطت على نفسي وكل حاجه، مش مراتك خالص هي اللي وقعتني وكسرتني وانا اللي وقعت. ده قومي قومي حاضر. قومي معايا، يلا على مهلك. طب هتقعدوا طول في البتاع بيقوموها يعني يا سيدي ماشي، امسكها من ايديها وقومها كده هيكسروا الفيديو يعني. هو يا جماعه بياخدوا فلوس على الحكايه ان بيطولوا الفيديو ده؟ مثلا لو الفيديو قعد 5 دقايق ياخدوا فلوس اكتر، بس بحس بكده، بحس ان هو ممكن يقطعوا الفيديو، بس مش عايزين كده يعملوا كده. اللي هو ليه نقطع الفيديو ما تتفرجوا عشان نحسكوا بالواقعيه والحقيقه الصحيحه يعني. لو ما تتفرجوا وتحسوا كده بكل مشهد بجد، حسوا بكل مشهد كده، اللي هو ايه المشهد ده كله كامل كده، اللي هو بص انا بقومها بقالي كتير عشان هي مثلا ايه ست كبيره، حسوا بقى. تعالي بقى غيري ولا شوفي هتعملي ايه، يلا. حاضر. يوسف بقول لك ايه يا يوسف، هو ده حصل لها ايه؟ انا كنت هخرج بس عايزه اطمن. اصلا دي دادا، طلعت دادا. طيب هي ما يعني انت عامل دادا ليه يعني؟ اكيد جوزك مش هيوصلها، دي قد امه برضه. دي برضه هما تقريبا ما لقوش ممثله يعني صغيره شويه، فجابوا واحده مثلا خلاص طلعت على المعاش من كام سنه يعني. على الاول. لا، وديتها المستشفى عملنا اشعاعات، اه عندها مشكله في فقرات الظهر بس. طلع عندها مشكله في الفقرات، وهي اصلا موقعه نفسها في الاخر يعني. هي صبت عليها صابون عادي يعني، كانها مثلا متخيل الست دي مثلا ما هي بتستحمى عادي بينزل عليها الميه تعمل ميه تروح واقعه. طب ما هي نفس الحكايه برضو، ما هي برضو نزلت عليها برضو ميه راحت واقعه، هي اللي موقعه نفسها برضو. انا حاسس القصه دي مش قد كده صراحه. هندخل قصه جايبه 12 مليون مشاهده، معرفش على ايه. تعال نشوف بقى ليه جايبه 12 مليون مشاهده. يلا بينا يلا بينا عشان بلاش كلام كتير يعني، عشان
الفيديو كده طول جدا مننا يعني. لكم ايه؟ انتوا 3 واحنا 3، ما تيجوا تخرجوا معانا ونقضي طلعيه حلوه. وبراحتكم كل واحده تختار اللي على هواها. هي مش يعني هي 3 بنات كحقيقة، لكن هي في واحدة منهم ب3، قول مثلا 3 وقول 5 ولا حاجة، 5 بنات، واحدة ب2 3 كده. لكم ايه؟ انتوا 3 واحنا 3، ما تيجوا تخرجوا معانا ونقضي طلعيه حلوه. وبراحتكم كل واحده. هو ايه اذاعة الاخبار اللي جايه عماله تيجي فوق والحمد لله؟ لا يا عم ماشي يا عم، انت مسلم وكل حاجة، ليه فيديو شبه كده يعني؟ وليه اصلا؟ بس هاخد الواد المز اللي هناك ده اللي شبه محمد رمضان. شبه مين؟ محمد رمضان؟ والله محمد رمضان لو شافكوا هيعمل ده. محمد حمضان، محمد سهران، واحلى منه كمان. يعني انا حظي واقع على ابو طويله ده. كسفتيه جدا يعني. يلا موافقه. وانت تقول يا ست انت موافق وخلاص كده اتفنط. موافق يعني، فاهم؟ مع اني كنت مش عايز اخدك صراحة يعني، بس يعني ما دام انت اللي باقية يعني خلاص بقى، مش هوقف الدنيا عليكي يعني، اخدك بقى وامري لله. كل واحده خدت واحد، وبعدين بقى تفضلوا واقفين عندكم ولا ايه؟ ما تلفوا اركبوا يلا. طب معلش، بس العربية 2 قدام، هما تلات رجالة يعني، 2 قاعدين قدام، المفروض واحد يقعد معاهم ورا، هما 3 بنات، واحدة منهم ب2 زي ما انتوا شايفين، هيقعدوا ازاي ورا بقى؟ هو تقريبا بيكفر عن ذنوب الفيديو، مثلا هو جاب بنات كتير في الفيديو، فهو بيكفر عن ذنوب الفيديو بالشريط اللي فوق بقى ده، اللي هو ايه، استغفر الله، الحمد لله، اذكروا الله، كفر عن ذنوبي يعني. في نفس الوقت انزل الفيديو، لو الفيديو يجيب ذنوب اكفر بجد عنها، الفيديو يجيب ذنوب اكفر عنها كده، فاهم؟ اللي هو رايح جاي. انتوا مش فاهمين حاجه اكيد، انا بس اللي فاهم، بس قشطه يلا بينا يعني. ايه ده؟ انا خايفه. احنا احسن حاجه ان هي اصلا شكلها فيلا عشان في سور، هي دخلت من سور الفيلا عادي جدا، ما قالتش حاجه، جت على باب ما اعرفش اوضه او اوضه خلفيه حاجه كده يعني، قالت بقى لا انتوا واخديني في شقه. فلا محترمه جدا، مش هينفع اروح شقه، معلش اصل انا ايه، انا ما ربونيش على كده، انا اتربيت ان انا ادخل ايه فيلل بس مش شقق. اتفقناش على كده نروح بيوت حد ما نعرفهاش. وانت ايه اللي خوفك بس؟ ما احنا هنخش نعرف بعض وناكل ونشرب. يلا بينا بقى عشان الجيران ما تاخدش بالها. هما بيدخلوا بالترتيب يعني، عقبال اصلا ما البت التخينه قوي دي اللي اكيد بيسموها كيرفي في عالمنا دلوقتي يعني، عقبال ما تنزل مع عربيه فهيلاقوا بقى كله بيتزنق، عقبال ما كل 2 يدخلوا بيبقى في مسافه بينهم، لا اما دي حبكه دراميه مثلا. دول من خير حاجه اصلا دخلوا، لان ده ابو طويله تقريبا، فهي اصلا الاتنين مش طايقين بعض، وما كنتش خدتوا بعض، كنت خمستوا في واحده انتوا الاتنين. نورت الفيلا يا قلبي، ايه رايك فيها؟ تجنن. قال قول لي دي فيلتك ولا فيلة صحابك؟ ما انا واصحابه واحد، اصل احنا بنعمل اي انسه لو سمحت، انت حامل؟ مش ايه ده انسه؟ حاجه مع بعض. حلو ده. حادق ده، خش بقى. ده باب زنزانة، باب زنزانة، مش باب أوضة ولا باب فيلا، ده ايه الباب؟ ايه كل الباب ده؟ هو انت تقعدي مكسوفه كتير كده؟ بقول لك انا عايزك تفرفش كده وتفك شويه. خش. كلهم على نفس الكنبة، بس في أوقات متغيرة، ده دخل قال لها عايز تفك شوية، جت المشهد اللي بعده نفس الكنبة ما اتغيرتش، حتى لونها ما اتغيرش، مفيش حاجة خالص فيها حصلت اتغيرت، نفس الاتنين جم قعدوا برضه، يعني ايه يعني؟ مفيش الحته دي بس غير فيها نور في الشقه كله يعني ولا ايه؟ لا بتكلم بجد والله يعني، مش للدرجه دي يعني، مش درجات دي يا محمد رمضان. اهو الفيديو عاد من الاول اهو، شفتوا بقى، شفتوا يا عليكم بجد، زعلتوني بجد، زعلتوني جامد يا اسد. على كده بقى، عشان معرفتش اتكلم معاكي في العربيه، القمر مخطوبه ولا متجوزه ولا سنجل؟ للأسف متجوزة. ده مين لا مؤاخذه ذكر البط اللي نزل الغزال بالقط ده كده في الشارع. اديك قلت ده كربط، ما عندوش نظر. ده ما عندوش نظر ولا عنده اي حاجه خالص، هو بيغيرش عليك ولا ايه؟ طب ما تغير انت وتخلي عندك انت نظر. ازاي يعني؟ يعني انا بصراحة كان نفسي ان انا اتطلق من جوزي، اصل هو راجل كبير في السن وبابي طمع فيه يعني عشان خاطر فلوسه وشركاته. فانا يعني جوازها بيزنس. انت غير متجوز؟ لا انا في الحرام بس حلال. لا يا بنتي، احنا عيب الكلام ده يعني، انت جايه تقولي كده في البيت بعد ما جيتي معايا عايزه حلال؟ معلش يا رجاله، الكاميرا فصلت، استحملوني لغايه اما اجيب الايفون 17 برو ماكس. بيزنس تو بيزنس. بالظبط بيزنس. وعايز تتجوزيني انا؟
نفسي اتجوز واحد اسمه اسلام. لا طب بقول لك احب اصحح لك جنينه ايه ده كان هو كان شويه دلوقتي. لا بقول لك ايه، احب اصحح لك. اديني صححت لك، انت عارفاني من الاول انا باجي في حرام بس انا محمد رمضان. نتبسط وناكل ونقعد قعده لطيفه. هو ليه كلهم مثلا وهم داخلين من الشقه برضه قال لها احنا جايين هنا عشان ناكل وننبسط ونفك. ليه الاكل حاشينه في كل حاجه يعني انتوا لو ما اكلتوش القعده هتبوظ مثلا، ولا ايه؟ القعده تبقى هتقلب حلال ولا حاجه، وانتوا مش عايزينها حلال، عايزينها حرام بس مثلا. ما انا مش فاهم برضه يعني. وبعدين انا نسيت اقول لك ده انا متجوز وعندي. استنى بس كده، انا عملت فلاش باك، لقيت ان هم داخلين الشقه اصلا. واحد من صاحبهم قالت له احنا انتوا جايبيننا كلنا في فيلا واحده. قال لها انا واصحابي بنحب نعمل كل حاجه مع بعض. طب ما كده مش هنكمل يا رجاله، كده مش هنكمل. انا هجيب سحس مكارم يقعد جنبي هنا، ما فيش غير كده. ابو طويله قاعد لوحده تقريبا، البنت دخلت الحمام تقريبا. انتوا مبرقين لي كده يا رجاله. ثانيه واحده اشوف بس مين اللي بيرن. ايه لا ده؟ ده حد مش مهم. ده 17 برو ماكس. بص لسه بنجيب في سيره القط، قلت هجيب 17 برو ماكس. انا بقى مش هجيبه، عشان لو جبته بقى بنات هتقعد عليا بقى وتقول 17 برو ماكس و17، فاهم؟ فخلاص بقى مش لازم السنه دي، هجيبه السنه الجايه ان شاء الله يعني. 17 برو ماكس. الله ده تحفه قوي. ما انا عارف انه تحفه. الله ممكن اتصور بيه؟ يلا افتحي سيلفي نتصور انا يلا. وانت. لا سيلفي ايه؟ انت كده عايز جوزي معلش بس انا عيني بس على الشريط بتاع الاذاعه الاخباريه دي. بيقول رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. لسه ما خلفش من الاسد اللي قاعد جنبه ده. لا بجد والله انا نفسي بجد اشوفه على الحقيقه واقول له انت ليه بتعمل شريط اذاعه فوق؟ يعني ايه فايدته؟ بتكلم بجد والله، ايه فايدته؟ طلقني اصلا هيشوف الستوري. لا ربنا ما يجيب طلاق، اتصوري انت براحتك. ايه ده؟ ده جوزي بيرن. معلش انا هطلع بس ارد عليه بره في الجنينه. يعني تاخد التليفونين تسرقهم وهما برضه هيقلبوهم كلهم، عارفين القصه حبكتها ايه. وانا عندن في الحبكه المعفنه اللي ما فيهاش اي حبكه اصلا، مش هكمل الفيديو. بس كده يا جماعه، كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وشاركوا كل اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده دلوقتي نقدر نقول السلام عليكم. استنوا الفيديو الجاي.